سلام البنات، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير ومهنيين. كيما شفتوا في العنوان جبت لكم اليوم الطريقه الصحيحه لنزع الشعر وعدم النمو ديالو نهائيا. صدقوني البنات، راني نشوف مواقع التواصل الاجتماعي كاين بزاف البنات راهم يحطوا في الوصفات. كاين اللي كيما نقولوا من الكذب للهي، كاين اللي تقولك ديري الخميره، كاين اللي تقولك ديري الطوماطيش، كاين اللي تقولك ديري دونتيفريس. صدقوني البنات هادو كاع اشاعات. ما نقدرش انا نحط لكم، نقدر نقولك ديري الطوماطيش مع القارص ويتنحى لك شعر، هادو كاع كذب. الطوماطيش ناكلوها ما تنحيش الشعر، الخميره رانا نستعملوها في حياتنا اليوميه، هذه من سابع المستحيل باش تنحي لك الشعر. كاين طرق تنقص تخفف من نمو الشعر صحيح بالمواد الطبيعيه، بصح باش تقولوا لي الخميره والطوماطيش والدونتيفريس، شوفوا خياتي ما كاش منها، هذه العفسه نحوها من راسكم تماما، نحوها نولوا للطريقه تاعنا. شوفوا كاين البنات عده طرق باش كيما نقولوا تنحي شعر من الكوخ تاعك ولا من وجهك ولا من اي منطقه حبيتي تنحيها في جسمك. كاين الحاجه الاولى باش تخفي النمو تاعو، يولي ما ينوضلكش الشعر هذاك، ينوضلك خشن. طريقه كيما نقولوا واش نعطيكم، جربتها هذه الطريقه ويعرفوها بزاف البنات. نهار تنحي بهدايا بهذه الاداه جيتها، مع اني ما ننصحكش به، بصح الا نحيتي بهذه خفيه نتيا بماده تاع الخل كي تنحي يحرقك. صح بصح اللي يحب الشبح خياتي لازم تتحملوا. صافي كي تنحي بهدايا عاودي خفيه بالخل، مسحيه بالخل، ديري الخل بالماء، شويه الخل والماء في الفنجان في الطاس تاعك ومسحي به الكوخ تاعك وخليه ينشف. هذه الطريقه البنات تانيك مليحه. انا عطيت لكم الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تانيك نهار اللي تنحي بالحلاوه، ولا كيما حنا نقولوا في الجزائر نقولوا رجيله، نخدموها بالليمون بالقارص. ديري كيما نقولوا حبه قارص، ديري مغرف ونص تاع السكر، تخليهم يتقالوا يعقدوا وتولي كراميل، تفرغيها وتخدميها. على بروشان ندير لكم طريقه التحضير تاعها. يعني ديري هذه الرجيله تانيك تخفف لك الشعر مع الطريب، كيما نقولوا الوقت بالوقت تنقص لك الشعر، تنقص لك النمو تاعو، ما توليش الشعر تاعك خشينه. وشنو في الديفو تاعها هذه الرجيله هذه كي تنحي بها ولا الحلاوه ترجع لابو تاعك كيما نقولوا حنا مرخيه. قلت لكم البنات كي تنحوا بالحلاوه ولا برجيله راح تترخى لكم لابو تاعكم، تولي لابو تاعكم كيما نقولوا مرخيه مطلوقه. يعني ننصحكم نهار اللي تنحي برجيله طريقه مليحه قلت لكم، واني نعطيكم فيها نصيحه ننصحكم بها. وشنو لازم تكوني موجده كيما نقولوا اون بول تاع الكلاصون، ديري الفنجان تاعك يجمد في الكونجيلاتور، غير تنحي بالرجيله ما تغسليش بالماء. الحاجه الاولى لابو تاعك سخونه جوزي عليها، كيما نقولوا جوزي في لابو تاعك هكذا بالكلاصون، هاكي نحيتي بالرجيله راكم فاهميني البنات. جوزي هذيك لابول تاعك تاع الكلاصون جوزيها هكذايا، ولا حتى وتكون عندك شكاره حليب جامده جوزيها فوق لابو وين نحيتي الشعر، خاصه منطقه الوجه. منطقه الوجه راهي تترهل بزاف. صدقوني جربوا هذه الطريقه. وشنو ديري الكلاصون قلت لك وخليه ينشف، بعدها راح نولوا للحق تاعنا. هذا هو لب الموضوع تاعنا تاع اليوم، هذا هو خياتي. هاوليك هاو يبان لكم، راني قربتو تشوفوه. هذا خياتي صدقوني شوفوا جربوه، نحو قلت لكم برجيله ولا بنابق، هي بلا برجيله خير، وتجوزي بهذه الماده. راني نفتح لكم انا، هذا هو القاروره الثانيه اللي استعملتها. شوفوا البنات هاوليك، هاو قدامكم فتحته جديد باش نوري لكم باللي نستعملوا هذا البنات زيت النمل. نهار اللي تنحي برجيله ولا تنحي كيما نقولوا الشعر ديالك من الوجه، راني نقول منطقه الوجه نبداو بها، كي تنحي برجيله دهني به كيما نقولوا موراها بساعه ولا من ساعه لزوج سوايع، تكون كيما نقولوا طفات شويه من هذيك السخانه، من هذيك السخانه اللي في لابو تاعك كيما نحيتي بهذه مدهني وجهك، دهني كيما نقولوا دوكا كي دهنتي من بعد 4 سوايع ولا 5 زيدي دهني شويه، ومشنو ما تدلكيش كيما نقولوا ديري شويه ودلكي هكا كيما نقولوا مسحيها في لابو تاعك وخليها تنشف مده تاع اللي تستعملي هذا الزيت البنات. ماشي تقعدي تستعملي حتى ينوض الشعر، لا نحيتي اليوم
خليها تبرد شويه لابو تاعك 3 سوايع ولا 2 سوايع. من بعد بداي تدهني هدايا مرتين في اليوم، 2 خطرات في اليوم. تدهني ما ديريش الماء، نقول لكم نعاود ما ديروش الماء. كي تدهني هذا ما تكوني توضيتي ولا، باش ننصحك ديريه الصباح وديريه العشيه. هذا ديريه مور اللي تنحي الشعر، هذاك اليوم اللي نحيتيه مور فيه 3 خطرات، 3 ايام ولا 4 ايام فقط. 3 ايام ولا 4 ايام تكون عاودت ناضت البصيله. كي تنوض البصيله تعاود تنوض لكم الشعره، تنوض لكم رقيقه. فهمتوا خياتي؟ يعني نشرح ونعاود، ما تقوليليش ما فهمتيناش. كي تنحي الشعر بالحلاوه ولا برجيله كيما الواحد كيف يسميها، نحيتيها بون خليها تبرد شويه باسكو تكون سخونه لابو وتكون كيما نقولوا متهيجه. خليها تبرد شويه، تطفى لك من بعد ساعه ولا 2 سوايع باش ما نقولكش تحرقك. استعملي زيت النمل، زيت هذا زيت تاع بيض النمل. صدقوني البنات قلت لك ديريه وترجعوا لي بالخبر. كي نحيتي راني نشرح لكم بالتدقيق باش ما تقولوش ما فهمناش. كي تنحي الدهني بهدايا مور اللي تبرد لابو تاعك، الدهنيه اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع فقط، ما تزيديش حتى نهار. من بعد خلي الشعر تاعك ينمو عادي، ينمو الشعر تاعك عادي. من بعد على شهر ولا شهر ونص عاودي خليه ينمو مليح، وتشوفيه تلاحظي باللي واسمو الشعر ديالك ناض خفيف. هاي ما في الصوره ويبين لك، انا دوك ما عندي سينو نوري لكم. واسمو تنوض لك الشعره خفيفه، ميم لا كولور تاعها تولي كلار. بعد شهر راكي نحيتي زيدي نحي طريقه تاع الحلاوه، نفس الطريقه تعاودي تنحي نهار اللي تبرد لابو تاعك، وتعاوديها خياتي تعاودوا 4 ايام فقط. ما ديروش حتى كيما نقولوا تخلص القرعه، ما تعطيكش نتيجه باسكو علاه البصيله ناضت في داخل لابو. واش راكي تسناي دوك الشعره تنوض ما حديري لها والو. يعني كي تنحي الشعره نتيا كيما نقولوا توقفي نمو الشعر بهذا الزيت راكي دهنتي به. دهني لي يجيبك ما تدلكيش. راني نقول لكم كي تستعملي الزيت كيما نقولوا هكذا خياتي، حطي هكذا بك. شوفوا دوك نعاود نقرب تشوفوا مليح. هكذا بك ما تدهنيش هذاك اللي تدلكي باسكو لابو تاعك ديجا راهي كيما نقولوا راهي مشلفطه كيما نحيتي. ديري غير من الفوق برك وخليه يشرب. ما تمسحيه، ما ترقدي بالمخده تقعدي في المخده ولا ترقدي ولا صافي. ديريه قبل ما ترقدي وديريه الصباح مده 4 ايام. البنات صدقوني قبل من 3 شهور نعطيكم نقول لكم نتيجه تروح، ماشي تروح لكم تماما، مي الشعره تولي ما تبانش، تولي اخف، ما كاش تولي كشغل روجيه تباني. صدقوني جربوها في وجهكم البنات. كي تنحوا تاع وجهكم تشوفوا النتيجه عطات لكم. يعني هذا كيما نقولوا راهو غالي، راهو يدير 75,000. بداي بالوجه تاعك ومن بعد نحي كيما نقولوا يديك، نحي سيقانك، يعني كيما نقولوا درجه بدرجه. وشنو بداي بزينه المراه بداي بوجهك، نحي في الوجه ديالك واستعملي هدايا. قلت لك ريحي مده شهر كي ينوض الشعر ينوض بيا عاودي نحيه وعاودي استعمليه. صدقوني البنات ولا راح تجربوه وتدعوا لي. انا عطيت لكم الطريقه الصحيحه، وخليكم من هذاك الخرطي تاع ديري الطوماطيش وديري دونتيفريس. انا نغسلو الدونتيفريس، انا نغسلو بها فمنا. كش وحده فيكم راحوا لها لي ماستاج. ما نكذبوش على رواحنا البنات يا اخي، نهضروا الحقيقه. ما كاش قد هدايا. هذه لا مارك ابو السعد راني راكم تشوفوا فيها. راني سقمتها لكم البنات، شفتوها بيان البنات. كيما نقولوا اقبضوا لا مارك هذه تاع ابو السعد. هذه هي الميور مارك اللي كاين في الاسواق. كاين واحد اخرى يقول لك مليحه، مي هذه هي اللي مجربتها انا وخياتي. ما نمدلكمش حاجه اللي ماشي مجربتها، يعني كون ما نجربهاش ما نعطيهاش لخياتي. يعني صدقوني البنات جربوها وراح تدعوا لي وشنو طبقوا بالطريقه اللي عطيت لكم انايا. ان شاء الله البنات راكم تاخذوا نتيجه اللي تفرحكم ان شاء الله. ونتلاقاو في لا فيديو. ما تنسونيش البنات واش حبيتوا اي حاجه من النصائح او التجميل او حاجه لاني مجربتها اكتبوها لي في الكومنتير. ما تنسونيش خياتي بالجام، فرحوني بالجام كيما راني نفرح فيكم. ونتلاقاو في لا فيديو واحده اخرى والى الملتقى باذن الله.